جميل ان احنا نسمع مشاكل بعض، ولكن مش عايزين نحرق بنزين على الفاضي. مش يمكن اللي جاي يحكي مشكلته هو اصلا مش عايز حل المشكلة؟ ساعات اللي جاي يحكي لك المشكلة هو عارف ان الموضوع كده كده هيوصل لك، فعايز يسبق ويخلي صورته كويسة قدامك. فياريت وانت بتتكلم معاه تنصحه بالراحة لان انت مهم عنده. ساعات بقى اللي جاي يحكي لك المشكلة معاه مجموعة من القرارات السوداوية كده، زي مثلا كل الناس وحشين إلى أن يثبت العكس، كل الناس بتعمل عليه مؤامرة عشان توقعه، هو إنسان غبي وما بيفهمش، هو إنسان ما بيعرفش يحفظ كويس، هو إنسان شكله وحش، وهكذا قرارات واخدها كده في حياته تسود عليه حياته. شخص زي ده حاول على قدر الإمكان ما تتكلمش معاه كتير، إلا لو أنت بقى عندك طولة بال كده وعندك صبر وعايز تبتدي تغير من أفكاره دي وقراراته. فعشان تغير قراراته لازم تقعد تغير في قناعاته، يعني الموضوع هيطول شويه. اما بقى اللي جاي لحضرتك وهو عنده مشاكل اصلا ملهاش حل، زي مثلا ان هو حزين عشان وفاه حد من قرايبه، اب او ام او ابن، او ان هو نتيجه مرض معين او اعاقه معينه، في الحاله دي هو عايز بس يطلع اللي جواه، عايز بس يتكلم. فما تقعدش حضرتك بقى من الناحيه التانيه تعلي عليه ونقعد نعلي على بعض عشان بغرض ان انت تهون عليه. بالعكس، اسمع له عشان تعرف تهون عليه وتعرف تدعي له وتعرف تصبره على اللي هو فيه. من الاخر كده، عاوز تشتغل منقذ وتسمع حد بيشتكي، يبقى حاول ما تحرقش بنزين كتير وشوف اللي قدامك هو اصلا عنده استعداد ان حد ينقذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.